المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين وكافة الأولياء الشهداء والصالحين خصوصا الحبيب علي بن محمد بن حسين البشير ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أشرى من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع وصل وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأتقياء
جرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز
من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. تشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لحظة العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرة رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة
كرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه تنصر بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله تبينوا بلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هل تذكر ديك رجلا إذ جاء نبيا قد جعل للرحمة فيضا معطاء عن يوم الساعة قد سأل فأجاب أهيأت العمل ماذا أعددت سوى الآمل فأجاب أهيأت العمل ماذا أعددت سوى الأمل فأجاب السائل لم أكسر صوما وصلاة أو وجلا لكني أحببت الله قد سرت بحبه أواها وأحبك يا خير الناس أشواقي بلغت أقصاها. نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا. نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء
محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا من القلب العلي يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا من حباه ربي بطيب الأفعال ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا وصاحبا جبريلا سريت ليلا مصاحبا جبريلا ساريت ليلا وصاحبا جبريلا سريت ليلا وصاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة ليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدرا ليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدرا بعد الصلاة سرت للسماوات بعد الصلاة سرت للسماوات والله البراق لرب العالمين من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا وصاحبا جبريلا سريت ليلا مصاحبا جبريلا ساريت ليلا وصاحبا جبريلا مسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة جد وسرور وفوق السدرة وأنس وحضور لقدس الحضرة جد وسرور وفوق السدرة وأنس وحضور لقدس الحضرة بهجة وسرور وفوق السدرة وأنس وحضور لقدس الحضرة جد وسرور وفوق السدرة وأنس وحضور لقدس الحضرة يا ليل هنا وقاتلت المنى 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 يا من حباه ربي بطيب الأفعال ساريت ليلا وصاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا وصاحبا جبريلا سريت ليلا مصاحبا جبريلا ساريت ليلا وصاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه وسلم القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه
ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه فتعلق نعمة الراكب من هذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لا تفي بعشر بأعشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه تضرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن أزني إلى تدوين ما حفظته من شعر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه تعلق بهذه الحضرة الكريمة والعج تشوك إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه إن لي في الله آمالا طويلا وظنونا حسنا فيه جميلا ليس لي نيل ما أرجو وسيلة
والبيان ثبتناه في الجنان فهمنا حق البيان ثبتناه في ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن
يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله وقد عليه. أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله وقد عليه. تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام. توصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وضمت عشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله
وقرب وقت بروز العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي. يا رب إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي. واغفر وسامح عبيدا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الحوابي. أيها الإنسان
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموضوع لقلبي هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله بقرب عليه دور إشراك هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروز، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز. صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. وركت الأرض والسماوات متضمخة بأطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقلي في البطون والظهور. صلى الله عليه فأثر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله ما طلعت شمس ولا غربت، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بإيمان يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن. شكرنا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ووضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأبطال الوجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تشهد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قدرتك شفت جناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله وفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وبرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد Niring bakhusyuk hadiraki kanjeng Nabi bakarok ka kanjeng Nabi asyaraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda
سعاد ونور شد ربي بلغنا بجاهه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة، ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب
ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأدعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة أن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. أن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirat al-ajillah, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, khusus Kiai Haji Ainul Yaqin hafizahullah, mentor sedaja para guru, para asatid, para seporeng seki pada umur tambah umur sebarokah sehat afiah ring sepo sapone kel umur mentor mugi pejembar kuburna mentor mugi jawa kidina adab kubur mentor mugi selamat dari adab neraka masuk ke surga Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin kalaupun rekes jam semua malam mohon kula bebas ini sana sebagian macam apa kabul malam mangken ikhtitam atau penutupan sementara niki insyaallah bi qudratillah mun pacet ning bulan Syawal sobung manisah berarti tak kepe. Mun ning tak kepe kita ada manis berarti mari tak kepe. Apa mari tak kepe? Oh besar. Mun tada besar wallahu a'lam berarti penangkilan tak beres. Malam makin kami niat hormat deka bulan muljah di panika bulan Rejab. Kelaban niatan malar mater napanya mana peringatan malam makin untuk noro hormat deka bulan muljah di Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang peringatan sepenuh kelaban barokah. Amin. Bagi si paling penting dari acara panika ini hanya sekedar apolong, ini hanya sekedar amuji selawat ke Kanjeng Nabi. Ini hanya sekedar mendaki Isra wal Mi'raj. Kaula harapan besar dari majelis nikah sidat tengri baina. Ayo salat aja ga. Sidat tengri dah. Kan bade mun reng wujudan. Bade insyaallah di alam gaib boleh. Salat aja ga. Karena salat nikah adalah otak atau cetak dari agama.
Fakama la hayata liman la ra'salah fakadzalika la dina liman la salatalah. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi seseorang yang tidak berkepala, maka tidak ada kehidupan bagi seseorang yang tidak ada agama bagi seseorang yang meninggalkan sholat. Orang yang tak ada cerakah masih beda tanang, beda sokona, mati na bodi. Ada tanang, ada sokona. Keng cekak cetak. Odi nama itu bu. Harus nang tak cetak. Maksudnya cukup kan beda cukup tak cetak. Bocah moro rusuh kan. Beda cukup tak cetak je beda. Jadi cetak ketok sih beda beda nak ada. Mereka nak kocak cukup tak cetak. Semangat urusan cetak ni. Bagian melebu cetak bagian dia. Nah, as-salatu fid din kamanzilatir ra'si minal badan. Salat di dalam agama binangkana cetak ning badan. Fakama la hayata liman la ra'salah fakadzalika la dina liman la salatalah. Karena cetak ke agama nega salat, maka tak ada kehidupan bagi orang yang setak salat. Sami juga orang tak bekal odi agama, orang yang tak salat, maka mun tak ada cetak tak bekal odi orang. Jaga aja. Taib. Kaulah saya sampai yakin nikah. Okoran semak bi pangeran deh pak, benih dari surban pak. Billahi benih. Ada sunnah. Okoran semak jauh nega pangeran benih dari jubah. Benih dari pakaian, benih dari imam masa bukit dari benih. Kula libelian ngocak kabian. Kekok na kok area. Bakula mon mulai telasan di kantor, bi tibian kula telasan ni. Tahun beri kula bi tibian. Semuyas biasan kula. Bos takut moro dari ngambok takut. Arya mon tak yang kui surban ni jangan. Patek temar surban ada ria. Alhamdulillah. Ya. Takut, masih kok nakon takut pada kok nakon mah. Tadi nilai atau ukuran semak atau bejauh nama nusa penikah ada wakil tinang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Idza syi'ta an ta'rifa makanata ar-rajuli minas salati minas salahi wat taqwa fanzur ila salati. Mun sampian tero ning semak jauh orang ria dari pangeran ajar reng soleh apa reng takok ke Gusti Allah benih dari pakaian banyak pakaian pote nipu ni ke banyak dengan surbanan nipu ni banyak minta sombongan keng tada masjid minta sombongan keng tada madrasah po pakaian surban kalau ngantas be pak kalau ngantas be pak buambu sabirin keng ngegendam dia menisar orang. Mun sampian tero ning idza syi'ta an ta'rifa makanata ar-rajuli minas salahi wat taqwa, jika engkau ingin mengetahui kedudukan seseorang ajar yang saleh pada yang takwa dekat Allah Subhanahu wa taala, fanzur ila salati, congok salat tadi. Tahu saya nyongok orang deki 10 dinar lah congok. Berapa orang kira-kira? Iya lah. Sera muadzin sera nyaman sampean mak. Si adzan Mak Sahuri, Mak Sakuri, Saaden, Mak Sakuri, Saaden, beliau, Saapojian, beliau, Saakamat, beliau. Mun tak ada orang ngimami giyah borongan. Oleh reng dua, waktu nero Mekah, saung pelurus perapat Jawa dua pelurus mah tikel masih tak yang megaya tikel mon sampean tero ning bagus orang ria coba orang ria ketakuan tahu sana kare orang congok baje ngabek ria fa inna salata hiyal mizanu alladhi yu'rafu bihi taqwal mar'i karena sesungguhnya salat ini adalah al mizan timbangan atau ukuran. Tembangan ni bisa temuh berapa berbobot orang dia. Mau tembang kada berapa gram, berapa kintal, berapa kilo. Lah tembang orang dia solat.
Bila orang kira sholat mapan, berarti reng mapan coba. Beteti bendahara di mana bejeng. Mun tak bejeng cek peneku PC. Dah percaya dah. Bi pelungum gemet marde. Bi kota A malah tak ada mare. Mun ngala aman toh congok sholat tah, mun pisanan nah congok sholat tah, mun kancana congok sholat tah, mun tak baca wis cak bolong. Kereng Pak urusan sholat Pak. Ani Isra Mi'raj ni ke peringatan sholat 5 waktu tak kung tangkung ni ka. Makan kulit sampean banyak syukur dek ka Nabi Musa alaihi salam, karena Nabi Musa senyoro kanjeng Nabi surah boleh. Surah minta boleh keringanan, surah minta boleh keringanan sampai kanjeng Nabi alasan kula todus Nabi Musa ada remas minta boleh. Tak kira kelar umat sambia mun seket. Dari seket turun 45, turun 40 sampai kali 5. Minta berapa? Cek kun 5. Anu bulah tak koper. Ngalak sekoper galu. Kalau nyaman mantanya ke gulung ya. Betul kena yang paksa yang sabulan teh mau paksa buru. Tak koper duhur. Tak usah, bisa. Depan ada rumah bajang rekein mainan. Maksudnya tak usah ke masjid, bajang ngerem bayi. Seton monton ngaton pian tak kok todus engko mon ke masjid ngalak se pasaran bayi. Maghrib. Kan pasaran maghrib. Cek todus mon ke masjid, ke pengajian todusan apa todusan? Tak terus sampai sembah sampai ke surga. Jauh-jauh dari ulama, jauh-jauh dari kiai. Semah. Makanya Sayyidina Luqman al-Hakim mun anasihati keputrana, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbatik, wahai anakku dekati ulama wa zahimhum bi rukbatik, kedua lututmu dekatkan dengan lututnya ulama. Artinya apa semak dah ukur. Fa inna Allah ta'ala tuhyil qulubah bi nuril hikmah kama tuhyil arda bi wabilis sama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati sebagaimana bumi yang gersang dihidupkan oleh jatuhnya air hujan. Alhamdulillah, kulit dari jompok dalam ngetek. Tuh mak terus ya. Padahal kulit letak mandi sehari Pak. Takok ojen. Alhamdulillah. Mari sholat isya terang. Berarti tuan sampai ni terima ki. Cuma aja lah masih tak ojen ni seberi-jeri. Masih tak ojen ni seberi-jeri. Wis jam 10 urunan berempaan tangi benase enggak lanjut pon tikal ku pon ki ulama tau rada bumbuk ki bejeng 5 bekton salake jaga deki. Aku ke masjid mulai ngaji. Deki mulai masjid beri deki. Kopi maksudnya. Salah letak ke masjid aja kepi sebine. Utak nu kali selebar selake lah. Jangan sebine mana tahan. Gak ada tadi pasang doku sopu. Aduh. Palang. Penutupan ki. Kalau ada ni gini ya, area 17 tahun ke atas. La ilaha illallah. Terakhir. Loh, kau nang apa cakap kau? Mari seneka bulan Sya'ban. Neng bulan Sya'ban pada malam nyaman nisfu Sya'ban. Nih, tanggal cak gula. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situng bekto akilir ke Siti Aisyah. Setelah kata lemah Siti Aisyah, setelah apa nyabek pakaiannya centelan, surbannya sabe, terus kemudian pakaiannya centel lagi bi Kanjeng Nabi, bergegas Kanjeng Nabi ini ke pakai pakaian pole langsung keluar. Wah Siti Aisyah ini ketemburuan, demak aja. Ada tangkiliran, ada tang bejaan deh. Setek dentek gilirna Kanjeng Nabi, tapi ternyata Kanjeng Nabi tak kesokan nginep mau langsung keluar. Torok buntek di Siti Aisyah, ternyata Kanjeng Nabi bereneng baki ini ke bereneng pasarian ya dan Masjid Nabawi mantar pada depak kepi.
rombongan Pak, rombongan kapir aja sampai tak amin, rombongan kapir ya, bareng Mekah Madinah. Kau jual Tegal. Amin itu adalah carpet agar aja ada. Ya ini mau tak daftar aja lain. Motoro obu kering Mekah, motoro ibu gus itu. Sekrek sek obu, erek kenir banat. Ampun ternyata Kanjeng Nabi berning Baqiil Gharqad. Kanjeng Nabi tepak nikah serius doa peleman ke dalam apa met ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, engkau terus izin ke baen malam ini engkau terus sujud ke Gusti Allah. Anapa ya Rasulullah? Malam ini malam nisfu Sya'ban. Malam bejana ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka sebanyak hitungan bulu daripada domba. Sebanyakan buluna embik gibas, Allah taala membebaskan hamba-hambana seyecap masuk neraka, bebas dari neraka sebanyak buluna embik gibas. Eman mak mun tak tua. Malam ni Sya'ban. Malam laku malam petolekor Recep. Iki. Mari laku petolekor Recep sekejaki malam nisfu Sya'ban. Mari maghrib sampean maca Yasin 3 kali masjid nikah. Niatin terus lanjang umur, niatin terus lancar rezeki, terus mati husnul khatimah. Maca Yasin 3 kali ba'da salatil maghrib bojo doa nisfu Sya'ban. Cuma berdoa orang sitik sepor bi Kanjeng Nabi. Nih. Date nih. Kapiye sepora ning malam nisfu Sya'ban. Allah taala membebaskan dari api neraka sebanyak bulu nabi gibas. Cuma berdepan berdepan orang di antara nah orang saat disifat syahna permusuhan. Tak bisa. Tak akor, candai coba siwaan. Tak bisa. Khusus bireng tua. Ayo, minta sepora kering tua. Ngomong kita masuk bulan puasa. Hah? Dak guru, ring tua. Nomor 2, wa mudamminul khamar. Orang setambu dari khamar. Manter moga kapi bebas dari khamar insyaallah. Nomor 3, wa'aqun liwalideh, orang sebengal kering tua dua. Tada. Walaupun malam nisfu Sya'ban, walaupun malam Lailatul Qadar, walaupun malam Isra wal Mi'raj, ada gunan kapi. Mon telok nih. Syahna orang sandi tokaran. Nomor 2, orang setak bambu dari khamar. Nomor 3, orang sebengal ke orang tua. Makmun semonan kiai je kok tak mun semonan. Je nenget mun dia je tak nenget. Keng ketepaan deh. Iki mumpung kita masuk nisfu Sya'ban, mumpung kita masuk ke bulan Ramadan, mater muka balanceng umur. Cak enggak cak kelopai enggak kengak. Oh koran manusia nikah bagus cubaan soleh entena takok ota bebengal ke pangeran. Jongok diri apa? Salat. Mun salat amapan? Fa innas salata hiyal mizan, karena sangkun salat ini adalah mizan timbangan ukuran allati yu'rafu bihi taqwal mar'i, karena dengan ketakwaan akan nampak kedekatan seseorang, kesolehan seseorang daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Matur muka nyonda ke Allah Subhanahu wa taala, matur muka nak potoh tadi kena potoh seah di ngelakonin salat 5 waktu. Matur muka salat ibadah kun panjenengan terima dening Allah Subhanahu wa taala. Malar mantar lamun dapat ka umur husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sing ngal-bengal ke salat iki pagi. Repot tang apa sih? Ngapa? Cek sampai ngal-bengal ninggal salat 5 waktu. Sekecek ning semenit ning 2 menit. Pacol ke masih pacol lah. Saka ke masih saka. Lempak ke masih lempak. Tak kira menang pian di bumi mah. Tetap empian sik bendem ke bumi. Kali saya masih kali. Empian sekejap kisah kali. Tak kira menang sampean musuh dunia tak kira. Tak kira. Makanya cek bika-biaki. Ayo salat 5 waktu jaga, naanan jaga, keluarganya jaga, singko orang kelak, keluarga kelak, rombongan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sepora sebanyak mak pola kula sareng cakanca bade kurang lebihna bola bade nyeksana ke sampean seporana. Umpama sampean tak kelero ngrasane gula, ngocake gula, cat gula, bebas.
Kursi ngeding gula Pak. Ya mau ngeding tampil lagi kok jala apa lah. Seporan semuanya enten 00 pun ki. 0000. Insyaallah bentar muka pada lanjang umur. Sehat walafiat. Anan siapa? An ada saya tedung. Hanya mau nurun ndak bapak tak kira berarti nurun kambun ya. Masya Allah, mantar muka saya jadi anak sesoleh solihah. Jadi anak min ahli Al-Quran wa min ahli istiqamah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min darari al-awsaf al-Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi Sayyidi wa Habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i fi mashkuran wa fi'li fi mahmuda wa yatub amali fil amali al-maqbula wa tawajjuh fi tawajjuhatil khalisati was-silatil اللهم يا من إليك تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ترابي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين بك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتوجهنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وكي من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظاهره وعما ببركات وشرجات أولادنا ووالدينا ولقدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع قطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.